وصفتنا اليوم إن شاء الله باش تكون دجاجة مصلية في الفور، باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش ننظفوها ونحو منها الزفورة وطريقة التفويح متاعها. هذه الدجاجة متاعي من بعد ما غسلتها بالباهي بالباهي ونفختها في الماء والقارص، وباش نقص البلايص اللي يخلوا الزفورة في الدجاج، اللي الجوانح الذيول هذوك متاع الجوانح والذيل متاع الدجاجة، وزاد ننظف لها الجلود الزايدة والساقين متاعها بالباهي. وإذا موجود فيها الزغب زاد تشطها على الغاز بالباهي اللي تنحى منها الزغب الكل، وهكا نتحصلوا على دجاجة نظيفة وتبدا منحي منها الزغب وتنحي منها البلايص اللي يعملوا الزفورة الكل. ومن بعد ما كملت نظفت الدجاجة بالباهي تو باش نقصها ونحضروا لها الماريناد متاعها. نقصها من الظهر متاعها بالطريقة هذه بمقص والا بسكينة منشار، وزيد نحلو في الصدر متاعها بالباهي خاطر الصدر يكون سميك، هذيك علاش نحلوه بالباهي باش يطيب من داخل بالباهي بالباهي. خديت كعبة قارص شطر لول حكيت بها الدجاجة بالباهي من بعد ما قصيتها ونظفتها وركحت لها امورها الكل، والشطر الثاني عصرته في الصحن باش نزيد عليه فلفل اكحل، شطر كعبة ياغورت، مغرفة ونص ملح، زنجبيل راهو يفوح الدجاج على الاخر، شوية حطيت فلفل زينة، كليلو زعتر وزيت زيتون، وبالطبيعة ما ننسوش الكركم باش نخلطوهم الكل مع بعضهم، باش نحط بريسك شطر مغرفة كبيرة كركم ونخلطوهم الكل، ومن بعد باش نفوحوا بهم الدجاجة متاعنا. وخديت في صحين آخر صغير مغرفة زبدة وباش نزيد عليهم 3 سنون كبار ثوم مفرومين نخلطهم مع بعضهم باش ندهن بهم الدجاجة من اللول قبل ما نحط لها المارينات. نشرح الدجاجة بالطريقة هذه من الصدر متاعها ومن الفخذ باش تدخل فيها المارينات بالباهي، من اللول باش ناخذ الزبدة والثوم وندهن بهم الدجاجة بالباهي بالباهي تحت الجلدة وفوق الجلدة ومن برا ومن داخل حاسين نعباها الكل، ومن بعد باش نصب لها الماريناد نخليها تتنفخ لمينيموم نصيف ساعة. وهو من الأفضل كان نفوحوها من الليل ونخلوها تبات ليلة كاملة في الفريجيدير والصباح نطيبوها، وإلا نقدوها الصباح ونطيبوها في الليل. الصوص اللي فضلت باش نزيدها شوية بصل، تنجموا تزيدوا بطاطا في المرحلة هذه لكني أنا عملت معاها فريت هذيك علاش زدتها البصل، وزيد البصل راهو يفوح الدجاج على الاخر. كملت خلطهم بالمارينات اللي فضلت ومن بعد زدتهم للدجاج وباش ندخلهم للفور على طيب على درجة 200. وهذه الدجاجة متاعي بعد ما طابت شوفوا الكولير متاعها ياسر مزيان من الفوق، ما زدتها حتى شيء وما دهنتها بحتى شيء، خليتها طابت على درجة 200 وطلعت هذه النتيجة متاعها. تنجموا تسقوها بشوية صوص من الفوق باش تعطي اللمعة متاعها. حطيتها في صحين وزدت معاها البصل ورشيت عليها شوية معدنوس وشوية بصل، وهكا الدجاجة متاعنا تكون حضرت جت بنينة بنينة وطايبة في حقها. باش نقص لكم مصدر وباش تشوفوها من داخل زادة كيفاش طايبة وما جتش ناشفة، راهي جت طرية على الاخر. وهذه كانت وصفتنا لليوم، ما تنسوش باش تجربوا الوصفة وتعطوني رايكم. صحة وبشفاء للي باش يجربها، وتوا ما بقى كان باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلامة.